أحبتي، من أخطر الجرائم في الدنيا أن يتسبب إنسان في قتل نفسه. وكيف يقتل الإنسان نفسه؟ إذا قتل الإنسان أحدا من الخلق قلنا ذاك مجرم، إذ أنه تعدى على مؤمن معصوم. حديثي عن مسلم يتسبب في قتل نفسه، لا بالانتحار المباشر بأن يطعن نفسه أو يلقي نفسه أو يتحسى سما، إنما بصور سأذكرها وهي كلها قتل للإنسان لنفسه. يقول الحق جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومع هذا بعض الناس يتسبب والله في نهاية محزنة لقصة حياته. أنت لا تملك بدنك ولا تملك روحك، ولذلك لا تستطيع أن تقتلها ولا أن تعرضها. حبيبنا أخبرنا أن من احتسى سما فهو في النار خالدا مخلدا فيها، لا زال سمه بيده يحتسيه. ومن وجى نفسه بحديدة فإنه يبعث والحديدة معه. إذا كان طعن نفسه بحديدة هذا يعد منتحرا. السيارة وش هي؟ السيارة حديدة وينطلق مسرعا. وصدق من قال: لا تسرع إن كنت تريد الوصول. لا نقول ذلك اعتراضا على قضاء الله، نعم قد يموت وهو مسرع، يموت وهو نائم وهو يسير على قدميه. أتكلم عن ذاك الذي أجرم في حق نفسه فتسبب. ومن صور قتل النفس الذي يرفض أن يأكل دواءه. خذ علاج السكر والضغط، خاصة الضغط، ماني بماخذ دواء ولا لكم علاقة فيه، وتجيه جلطة وقد تسبب في إيذاء نفسه. يخشى على الذي لا يقبل الدواء من الذين يتلومون من المرضى، يخشى أنهم تسببوا في قتل أنفسهم. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لأن الحفاظ على بدنك أمانة، حفظ لنفسك أمانة. فكيف بذاك الذي يرفض يأخذ الدواء وقد صرف له؟ أما تحمد الله أن الله يسر لك الدواء، سيصيبك ما أصابك من أقدار الله ولو أخذت الدواء، لكن لا تكن أنت السبب. ومن صور قتل النفس أولئك الذين ابتلوا بتقبيل الجمر. وهل هناك أحد يقبل جمرة؟ إنهم المدخنون. يا مسلم، أنت مطالب بتعطير أنفاسك لا تلويثها. إذا كان اللي يأكل بصل وثوم وكرة لا يصح له أن يصلي جماعة حتى لا يؤذي من صلى ولا يؤذي ملائكة الرحمن، لأنهم يتأذون مما يتأذى منه الإنسان. ومن صور الإلقاء بالنفس إلى التهلكة ألا وهي أن بعض الناس يتعمد والسيل يجري والأودية قد تدفق ماؤها فيقطع واديا لا زال يجري، فإذا هو في عداد الغرقى ويجلس أشهر لم يجدوه في مصاب الأودية. السؤال: لو وضع أحدنا في القبر ماذا يقول لربه وقد ائتمنه ربه على بدنه؟